يلا بقى نعمل مع بعض النهارده الجاتوه. عملت لكم الجاتوه بطريقه سهله جدا جدا. لو اول مره تعملي الجاتوه ان شاء الله هيطلع معاكي زي الفل. اولا ناعم جدا، طعم غني قوي، اقتصادي جدا، سريع، مش محتاج ادوات تقريبا كتير يعني. بصراحه كله مميزات. انا عملت حوالي 12 قطعه من الجاتوه، تكلفتها فعلا اقل من 50 جنيه. دي التورته اللي انا كنت عملتها معاكم قبل كده، الفيديوهين اللي قبل كده. يا رب يعجبك جاتوه النهارده زي التورته ما نالت اعجابكم. بس لايك للفيديو بقى قبل ما نبتدي. انا هنا مضاعفه المقدار، فاقول لك المقدار اللي انا عملته واحنا هنقسمه على اتنين. عندي 6 بيضات، يعني لو انت عايزه تعملي الصينيه اللي احنا عملناها دي 3. 170 مللي من الميه، 300 جرام من السكر، يبقى هتحطي حوالي 85 جرام من الميه، وهتحطي 150 سكر. هتحطي 20 جرام من الكاكاو، انا حطيت 40. هتحطي حوالي 190 جرام من الدقيق، انا حطيت 380، يعني انا مضاعفه المقدار. وهكتب لك المقادير كلها في صندوق الوصف ان شاء الله. لازم نخل المقادير كويس جدا. زي ما احنا شايفين احنا بنحط المقادير كلها على بعضيها، لان الطريقه زي ما قلنا سهله جدا جدا. مهم جدا النخل. ليه؟ لانه بيدخل هواء للسبونش بتاعي، وفي نفس الوقت بيشيل اي تكتلات من الكاكاو او من الدقيق. حطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر، انت هتحطي معلقه صغيره. حطيت معلقه كبيره من محسن الكيك الجل، انت هتحطي معلقه صغيره برضو. وهنحط كمان ايه؟ الفانيليا. كل المقادير زي ما احنا شايفين على بعضيها، ونضرب بالمضرب حوالي 7 أو 8 دقايق، ضرب متواصل بالمضرب الكهرباء. انا في الوقت ده انا مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 220. حد يقول لي 220 دي عاليه قوي؟ لا، لان انا خبزها في صاج. لو يعني التورتيه، لما شفنا التورتيه اللي فاتت انا كنت عاملاها على 180 وفي الحله، لكن في الصاج لا، 220 عشان يطلع معاكي طري. شايفه القوام بتاعي؟ انا عاملاه بدقيق عادي، لو تلاحظي مش بدقيق سبونج. قوامه كريمي وجميل. انا عملت هنا زي ما احنا شايفين صينيتين. اول صينيه اللي انا هعملها معاكم النهارده، دي انا دهنتها باي ماده دهنيه، دهنها زيت. الصينيه التانية انا حاطه ورق زبده. صينيه النهارده مش كانش هينفع احط ورق زبده لان انا هسقيها بالحليب، فمش هينفع احط ورق زبده، فعشان كده انا دهنتها بالايه؟ بالزيت. دي اللي انا هعملها معاكم ان شاء الله دلوقتي. نفردها كويس. مهم ان انت تفرديها بحيث يكون السمك واحد في كل الصينيه، ما تبقاش سمكها حته سمكها عالي وحته سمكها اقل، علشان السوى يطلع مظبوط، وعشان كمان اثناء التزيين. كده تمام. اديها كده خبطتين عشان اطلع اي فقاعات هواء من جواها، وبالعصايه بتاع الشيش طاووق وابتدي ايه؟ اعمل خطوط كده عشوائيه رايح جاي. دي برضو بتساعد ان ايه؟ تطلع وشها مستوي، وفي نفس الوقت ما يطلعش فيها فقاعات هواء كده كبيره. اي خطوط عشوائيه. واعمل التانية برضو بنفس الطريقه، واخدها احطها في الفرن. بتقعد في الفرن حوالي من 12 ل 15 دقيقه. كده بعد ما خرجت من الفرن ابتدي اجيب برضو عصايه الشيش طاووق وابتدي اعمل كده خروم في الاسبونج كله. وبعد كده اسقيها بالحليب، كوبايه حليب، بس بتكون الكيكه بتاعتي دافيه. بعد كده بجيب كريم شانتيه. انا عملته معاكم قبل كده الكريم الشانتيه ازاي اعمله ثابت. يا ريت تشوفي الفيديو بتاع التورته. كنت باعمل الكريم شانتيه. هتجيبي حوالي 150 جرام من كريم شانتيه، هتحطي لهم كوباية مَيّة ساقعة متلجة، هتحطي لهم معلقتين كبار من الباستري كريم. الباستري كريم هنا بيحافظ على قوام الكريم شانتيه، يبقى قوامه حلو. وطبعًا بنحط سكر خشن. يا ريت تشوفي الفيديو بتاع التورتة عشان تشوفي ازاي أنا باعمل كريم شانتيه كويس، ويطلع قوامه متماسك وما يسيحش معاكِ في الحر. هاسيب لِك لينك الفيديو إن شاء الله بتاع التورتة في صندوق الوصف. ابتدي بقى ايه؟ اوزع زي ما احنا شايفين وبالسباتيولا بتاعتي، وبرضو ايه؟ اوزع لغاية ما الوش كله يبقى نفس السمك ويبقى ناعم، واحطها في الفريزر حوالي نص ساعة. مهم جدا خطوة انك تحطيها في الفريزر نص ساعة او ساعتين على رف التلاجة، لغاية ما الوش نلاقيه ايه؟ قوامه جامد ومتماسك. بجيب بقى الجناش بتاعي برضو اللي عملته فيه. انا مش عايزة اطول عليكم فيديو النهاردة، عايزة اخليه سريع في فيديو التورته اللي هسيبه لكم في صندوق الوصف. ولو انت عايزه تعرفي الجناش السهل الاقتصادي السريع هقول لك عليه برضو. هتجيبي حوالي 200 جرام من الشوكولاته، تقطعيهم وتحطيهم في بوله، وتحطي عليهم نص كوبايه من الحليب المغلي،
وتدوبيهم كويس قوي وبعدين تصفيهم كده، عملتي الجناش الاقتصادي بتاعك. ممكن بدل الحليب على فكرة تعمليها بمية، شوكولاتة ومية. 200 جرام شوكولاتة مع نص كوباية مية، هتدوبيهم في بعض كويس جدا، وبعد كده تفرشيهم كده على وش الصينية بتاعتي. هنا أنا عملت معلقتين من بديل النوتيلا، سيحتهم كده وسخنتهم على حمام مية برضو، حطيتهم في كيس حلواني وعملت له كده فتحة